اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. جايبه لكم النهارده وصفه زي ما دو بتقول يامي يامي يامي. وصفه سهله لذيذه قمر بسيطه. الفطائر الجميله دهيت مكوناتها سهله وبسيطه، وعملناها من 3 حبات من البطاطس، ولو كبار شويه ممكن نعمل حبيتين من البطاطس. عملت فطائر بمنتهى اللذاذه والجمال. جبت ال3 حبات من البطاطس وقشرناهم وبسرعه بشرناهم، وهندخل بقى على الوصفه ونسمي الله وندخل بقى على ايه، على الوصفه على طول، ونقول بسم الله وقولوا لهم بقى يا دوم. الفطائر طعمها يامي 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 وكمان يامي. جربوها ومش هتندموا، ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان اول لما انزل الفيديو تبقى اول ناس تشوفوه. انا شايفاكوا. وعلى فكرة بقى البتاع الفطائر ديت طعمها روعة، ولما تجربوها اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. كنا عاملين عليها خناقة. جبنا البطاطس. بعد ما بشرت البطاطس بتاعتي القمر دهيت، طبعا بتغسليها بميه او بتشطفيها، بس ايه صفيها من الميه او عصريها كده زي ما شفتي ايه من كل الميه او كل السوائل اللي فيها. فلفل الوان، فلفل اخضر، سجق او سجق زي ما بتقولوا عليه. في بلاد بتقول كده وفي بلاد بتقول كده. عندك لانشون، عندك ايه تاني، زيتون مخلي. بصي اي حاجه حابه تحطيها بقى على البطاطس المبشوره دخليها، اي حاجه عايزه ترميها فوقها ارميها. بعد كده هنحط عليهم 2 بيضه، وبعدين حط البهارات اللي تحبيها. انا شكلت شويه بهارات كده، بابريكا، فلفل اسمر، كزبره، كمون، كركم، وريحه جوز الطيب. كله كده، كل البهارات كانت مطحونه، وريحه شطه خفيفه. ظبطي ملحك، قلبي كل المكونات اللي انت حطاها مع بعضها. ممكن تحطي 2 معلقة دقيق من القمح، يا اما تحطي 2 معلقة دقيق شوفان. هتخلي الوصفة في مكان تاني. مش حابة تحطي اي نوع دقيق، بس خلاها كده. كان عندي المثلث دهوت، جبنة مثلثات، قلت لا، او جبنة كيري. ممكن اسكت ما اسكتش، اسكت ما اسكتش. رحنا حطينا المثلث ده، ولو حابه تحطي 2 3 حطيهم. وحطيت جبنه الجبنه العشق اللي دو بتعشقها، جبنه ميكس متمكسه. ونروح نقلب بقى الجبنه الميكس دي، ونقلبها كل المكونات مع بعضها، ندمجها مع بعضها كده. وظبطي الملح في الطاسه بتاعتنا بقى، ونحط بقى شويه زيت كده علشان الطاسه بس ما تلزقش. ممكن مسحه خفيفه، ممكن حبه زي ما انا حطيت كده. انا حبيت ان انا اكتر الزيت الى حد ما، مش عايزه تبقى وبعد كده بقى رحت نازله بالكميه الاولانيه. وطبعا انا مش حابه ان الفطائر بتاعتي تكون تخينه. حطي فيها 1 معلقة بيكنج باودر، هتوديكي في مكان تاني، وهتطلع الفطائر معاكي هشة ومنفوخة وجميلة، ومش هتبقى مجلدة بقى كده، ومش هتبقى متكتلة. لا، هتطلع الفطائر معاكي، هتحسي انها اصلا بتنتفخ في قلب الطاسة. شوفوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنبتدي بالراحة بس بالسباتلة كده او بالمعلقة، ونروح بقى قلبنا على الناحية التانية. طبعا دي ما خلف الكواليس. شوفوا اللون الذهبي القمر، شوفوا اللذاذه، شوفوا الطعامه، شكلها تحفه. بنروح بقى رشين على وشها يا جبنه موتزاريلا او ميكس. جبنه موتزاريلا. يروحي يا قلب ماما. هنحط عليها جبنه موتزاريلا، جبنه ميكس، جبنه شيدر، اي نوع جبنه عندك حابه تحطيه على وشها حطيه. ما عندكيش وعايزه تكتفي بها كده اوكي. حابه تحطي مكسيها في الجبن. وتروحي بقى مغطيه عليها النار، مغطيه عليها وهي على النار، وتسيبيها برضو كمان 5 دقايق على نار هاديه او نار متوسطه عشان تستوي من قلبها. بس عملنا بقى شويه فطائر بقى عشاء فطار ما تحتريش.
ومكسنا كل حاجه ودخلنا كل حاجه للولاد. اللي مش بيقولك يا ماما بيض، يا ماما بطاطس، يا ماما مش عايز ايه، يا ماما مش عارف اكل ديت، انا مش عايز، زهقهم غيري له. بس شوفوا شكلها، شوفوا لونها تحفه. الم بقى كل الحاجات اللي في الطاسه بتاعتي كده اللي واقعه من الفطيره الاولانيه علشان ايه ما تتحرمش او تاخد لون مختلف عن اللون الفطيره التانيه وتبقى مش احسن حاجه. واروح نازله بقى ايه بكميه الفطيره التانيه وبالمعلقه كده، بظهر المعلقه بساوي بقى ايه الدنيا بتاعتي كده، وبساوي الفطيره بتاعتي عشان تبقى احسن حاجه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. 3 بطاطسات عملوا لي 3 فطاير جمال تحفه. هما كانوا بيردم، ولو كنت قطعتهم وهم كانوا سخنين كانت الجبنه بتمط وكانت شكلها جميل ولذيذه. وبصراحة عشان ما اكتبش عليك